ابتعاد عن هذه المظلة، مظلة السيد المالكي، وهو يتحدث عن أنه داعم للحشد الشعبي، أنه ساهم بوجود السند القانوني للحشد الشعبي بحضور كل القيادات، وأيضا مستوى قيادات مهمة في الحشد تحترف بهذه النقاط. بقائكم تحت هذه المظلة أيضا يؤثر عليكم. تتفق أم تعترض؟ والله يعني هذا كلام مهم ياد لقدر من الصراحة والشجاعة. طبعا أحيانا هذا الإيحاء ومحاولة ركوب موجة الحشد الشعبي من طبقة سياسية فشلت في إدارة وضع العراق سابقا. الآن عندك جيد، الآن دكتور العباد اعتمدوا عليه، رجل اعتدال، رجل اطفاء الازمات، وهي الصفات ما موجوده بالمالكي. هسه بعدين ناقش صار ما اريد اقيم المالكي. لا مو انا سؤالي على المظله، مظله السيد المالكي اللي ذكرها المالكي مرحله انتهت، عفوا المالكي مرحله انتهت. يقول لك الى الان انتم تحت هذه المظله. اسمح لي اذا واحد من الحشد صرح اثنين، طبعا هذا الكلام وربما اقوله من خلال قناتكم كلام خطر. يا اخي هذا ايحاء وركوب موجه الحشد من بعض الشخصيات ربما هو الذي جعل هناك حساسيه من بعض الشخصيات العراقيه الان تطالب بدمج الحشد مع الجيش او حل الحشد. هذا الكلام يعني يقول لك انت استاذ علي، خلينا نكون صريح وياك، عندنا طبقه سياسيه فشلت. نعم. في اداره الملف هسه ندري بها. هذه التي فشلت ليس من الصحيح ان تركب موجه الحشد الشعبي، بل حتى العمليه السياسيه يجب ان لا تشارك في العمليه. اذا تريد العراق يستقر والشعب العراقي يتفاعل وياك. والسيد المالكي هو اعترف، قال احنا الطبقه السياسيه فشلت. يا اخي ما ادري هسه موجود يعني الفيديو. نعم. الرجل احترف جزاه الله خيرا، قال احنا فشلنا واحنا بعد المرحله القادمه ما راح يكون لنا دور، جزاه الله خيرا. بعدت على العمليه السياسيه، هاي الطبقه اللي فشلت من لكن الى اليوم يركز على الحشد، يجتمع مع قيادات الحشد، يتحدث مع الشخصيات مع الحشد. الحشد الشعبي بالنتيجه لا يمكن حشد التضحيات، حشد المرجعيه، حشد الفتوى، لا يمكن ان يستغل ويوظف سياسيا لاي شخص.